السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحية طيبة وكنتمنى حتى أموركم تكون طيبة. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ماشي رمضان، كنا البارح في الليل كنترقبوا، كنا كننتظروا بأنه يكون اليوم رمضان، ولكن في المغرب ماشي رمضان. انا هاد التقضيه كانت عندي البارح في الكوزينه في الليل، كنت كنقول كيفاش ندير ليها الا كان رمضان. الحمد لله ما كانش رمضان، فمن الخير اضطريت انني يعني حتى خليتها تبات في الكوزينه حتى اليوم. انا راني كنبارطاجيها معكم دابا، عادت باش نحط كل حاجه في بلاصتها وكنوريكم انا شنو خديت. فانا خديت غير الضروريات الملحات. رمضان جانا مع الاول ديال الشهر، راكم عارفين الاول ديال الشهر كلشي كيتخلص وكلشي كيتقضى، راه كيكون واحد الاكتظاظ، راه ما نقولكمش، يعني كلشي كيبغي يتقضى، وخاصه انه رمضان ماشي حتى يعني الشهور العاديين، فكيكون واحد الاكتظاظ. فانا اضطريت اني ناخذ غير الحوايج اللي غنحتاجهم في داك الاول، من بعد ان شاء الله كترجع الامور للعاده ديالها والانسان كيتقضى داكشي الاخر اللي خاص. فهنا كناخذوا في رمضان كونتيتي اللي هي هكايا كبيره في كل حاجه. بالنسبه للزيت خديت 5 يطرو كيف ما شفتوا معايا، انا في العاده كناخذ غير جوج، ولكن رمضان كنستهلكوا هكايا الزيت، كنستهلكوا الدقيق، كنستهلكوا الفرماج، كنا نحتاجوا الفلون، كنحتاجوا بزاف د الحويجات اللي ما كنحتاجوهمش في الايامات ديالنا الاخرين اولا في الروتينات ديالنا الاخرين العاديين. فهنا غادي ندوز نرد معكم الدقيق. 5 كيلو خديت ديال الفينو، 5 كيلو ديال الفورس، الدقيق الابيض نوعيه جيده. فهنا جبت دوك الحكوكه هكايا ديال الطحين، لقيت عندي القمح الكامل اولا الكومبلي، واحد الكونتيتي اللي هي متوسطه وصف ماشي بزاف، قلت نخويها في هذا الحك هذا اللي هو صغير. في العاده هو اللي كنحط فيها هكا داكشي الدقيق اللي كنستعمل وكنحطو على يدي. مي دابا رمضان غنحتاجو الدقيق بكميه هكا اللي تكون كثيره، فانا جبت الحكاك الكبار باش نعمر فيهم، كيهزوا ليا 5 كيلو. هنا بالنسبه لهذا الخيط انا وزهري مره كيتقاد معايا مره كيتعكس، مازال ما عرفتش اللوجيك فيه كيفاش داير. هنا دزت كنحيد هاد اليدين ديال الخنيشه هكا باش ما كيلصقش فيهم الدقيق، وغادي نخوي. هنا بالنسبه للسطل كيف ما قلت لكم اولا الحك ديالي كيهز ليا 5 كيلو صافي، كنتهنى كنخوي الخنشه كامله باش ما كيبقاليش داكشي شايط عاوتاني. كيف ما قلت لكم رمضان كيكون فيه روتين مختلف تماما، وحتى الاحتياجات ديالنا كتختلف. الاكل ديالنا كيختلف، يعني داكشي اللي كناكلو في الروتينات ديالنا العاديين ولا في الايام العاديين ماشي هو رمضان. رمضان كنكونوا صايمين، كنبداو نتشهاو، كنحتاجوا الشهيوات، كنبغيو الطبيله تكون مقاده ويكون فيها بزاف ديال الانواع هكايا، يعني الواحد ما يديرش الاسراف عاوتاني. كنديروا غير داكشي اللي غيتكال، داكشي اللي غنفطروا به وإلا بقى كنتسحروا به وصافي، والصلاه على النبي. يعني ما نكثروش عاوتاني الاكل بزاف ويكون داك الافراط في الماكله، وكتبقى الماكله غير كتخسر وكتلاح، فهاد الشيء عاوتاني راه ما زوينش نهائيا. انا ما كيعجبنيش الحاجه هكا تلاح، يعني كنديروا غير داكشي اللي غناكلو، ولكن خصو يكون داكشي متنوع وصافي. هنا الدقيق في الايامات العاديه ما كناخذش 5 كيلو بالنسبه للفينو، كناخذ غير 2 كيلو هكا، ولا كاع الا كثرت 3 لحقاش الفينو دغيا كيخسر. هنا خويت 5 كيلو، زدت عليه هذاك الشويه كان عندي قديم. مي في رمضان كنحتاجو بزاف الدقيق، وسيرتو هكا الفينو كنحتاجوه في البطبوط، كنحتاجوه في البغرير، في بزاف د الحويجات. هنا من بعد ما قديت معكم الدقيق ديالي حطيته في البلايص ديالو، غندوز معكم الفرماج. الفرماج بالنسبة لرمضان من الأحسن ناخدو هكايا كونتيتي اللي هي كبيرة، راها كطيح اقتصادية، العكس إلا خدينا هكايا مورسويات صغار كناخدوهم بثمن اللي هو زايد وما كيكفيوناش، وغادي نضطروا عاوتاني نمشيو نزيدو، اللهم ناخدو هكا كمية اللي غادي تكفينا. انا خديت هاد الكرة هادي كيف ما كتشوفوا معايا متوسطة ماشي الكبيرة كاع، وغادي ندوز باش نحكها كيف الحكاكة باش يكون واجد للاستعمال. كيف ما قلت لكم هاد النهار تزاد لينا من الخير، يعني قضينا فيه بزاف د الحويجات اللي لو كان رمضان ما غنلحقوش، يعني باش نقادو الفطور وباش نتفرغوا كيف ما قلت لكم العبادات، وباش نقادو هاد الامورات هذه اللي كتكون غير زايده علينا. فمن الافضل هاد النهار بعدا احنا غنقضيو فيه داكشي اللي كان باقي لينا. هنا قطعتو هكا 4 د المرصويات وغادي ندوز باش نحكو هكا غير في الحكاكه اليدويه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للفرماج كنحكوه كامل وكنديروه، يعني كنخليو داكشي اللي كنستعملو في الثلاجه، وداكشي اللي ما غنستعملوش يعني في الحين كنحطوه في المجمد باش ما يخسرش. هنا كاينين جوج بليصات، كاين هذه اللي رقيقه
وكاينه هاد الغليظه، فانا غادي نحك في هاد الرقيقه باش كيعطينا هكايا الفرماج محكوك مزيان. الفرماج يعني كيكون اصلا حامض، فمن الافضل ديروه في المجمد الا كانت عندكم كونتيتي اللي هي كبيره باش هكا ما كيخسرش ليكم. اما الا خليتوه غير في الثلاجه يعني هو اصلا حامض وغيزيد يقدر يحماض. هنا حكيت معكم هاد شويه نوريكم، وغادي نقطع معكم التصوير تنكمل لحقاش راه الكميه كما شفتوا معايا كثيره. والصراحه الحكان كياخذ هكا الوقت باش نحكوا الفرماج ديالنا ويكون جاهز للاستعمال. كيف ما قلت لكم بحال هكا في رمضان كنلقاه واجد، غير كنجبدو وكنصايبو الشيوات ديالنا بلا ما كنزيدو علينا الخدمه. يعني الحاجه كاع اللي غادي تاخذ لينا الوقت اولا المجهود نديروها قبل رمضان. في رمضان راكم عارفين ما كيكون عندنا لا وقت لا مجهود لا جهد، يعني ما كنكونوش قادرين على هاد الامور. صافي هنا صراحه عطا واحد الكونتيتي اللي هي كبيره، ديك الكره فاش ساليتها عطات لي هاد الكميه هادي كيف ما شفتوا معايا. هنا خديت عاوتاني واحد البول واحد اخر وغادي ندوز باش نحك الموتزاريلا حتى هو كيف ما شفتوا معايا هنا. يعني بنفس الحكاكه ديك البلاصه الرقيقه هي فاش غندوزو. كنقطعوا هكايا مرصويات صغار اللي كنقدر يعني نتحكم فيهم. راكم عارفين الفرماج كيبقى هكا فاش كنكونوا كنحكوه شي مرات كيبقى يتقسم لينا، فكنديروا غير مرسول اللي نقدروا نشدوه بين يدينا ونحكموه. وغادي نكمل معكم الفيديو ديالي حتى الاخر بطبيعه الحال. ما تمشيو فين، بقاو حتى الاخر. وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من واحد اللايك ديالكم فضلا وليس امرا. وبالنسبه للاخوات اللي يلاه تابوناو عندي في القناه كنجدد بكم الترحاب، كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه وعواشر مبروكه. وهنا غنكملوا الفرماج ديالنا، انا قسمته كيف ما شفتوا معايا المرصويات بحال هكا وغادي ندوز باش ندوزو في ديك الحكاكه الرقيقه. الصراحه خدا مني شويه ديال الوقت، ما نكذبش عليكم نقول لكم هادشي راه دغيا ساليتو. راه خدا مني شويه ديال الوقت لحقاش الكميه كانت شويه كثيره، ولكن غنتهنى منه. صافي ما غاديش نعاود ندير بحال هاد الخدمه دابا ان شاء الله. فوقاش ما نبغي نصايب شي شيوه هكا اولا شي وصفه غنلقاه واجد للاستعمال كنجبدوه كنستعملوه. ولحسن الحظ انه اليوم ما كانش رمضان، يعني بقى ليا الوقت فين نقضي هذا الشيء. هنا بدلت حطيته في هذا البانيو لحقاش كثير ما كفانيش داك البول كيف ما شفتوا معايا. الكميه كانت كثيره وغادي ندوز هذه المرحله اللي هي مهمه. انا كنخلطهم بجوج وكنوض نايضه، ما كنديرش كل واحد بوحدو نبقى نهز من هنا ونهز من لهيه. هاد الجوج ديال الانواع د الفرماج كنحتاجوهم بجوج. يعني الموتزاريلا كيعطينا ديك التعليكه، الفرماج الاحمر حتى هو عنده الدور ديالو كيعطينا داك المذاق ديالو. كنخلطهم هكايا بجوج كيف ما شفتوا معايا وغادي ندوز نعمرهم في الطاسات. الطاسه اللي غنستعملها غنخليها غير في الثلاجه الفوق، اللي ما غنستعملهمش غنحطهم في المجمد حتى كيقرب يتسالى. كنعاودو نجبدوه ماشي مشكل، وهكا كنوليو كيولي ساهل للاستعمال. وكنجبدو غير طاسه وحده في عوض ما نبقاو كل واحد نديروه بوحدو. هنا كاين هنا جوج الالوان كيف ما شفتوا معايا، واحد ابيض وواحد صفر. صافي كنخلطهم مزيان باش ما يجيش غير واحد اللي غالب. وكندوز نعمر الطاسات ديالي اللي هما هادو كيف ما كتشوفوهم هنايا. صافي غادي نسالي لهم نعمرهم وكيف ما قلت لكم نحط وحده اللي غنستعملها هاد الايامات الاولى ديال رمضان، والاخرين غادي نحطهم هكا في المجمد. وهكا كنكون يعني تهنيت من هاد المسمار كيف ما كنقول طرقناه وتهنينا منه. لحقاش حتى الفرماج كياخذ لينا الوقت، اي حاجه كتشد لينا الوقت نحاولوا نحيدوها قبل يعني من رمضان. بما انه تعطات لينا هذه الفرصه ديال هذا النهار كيف ما قلت لكم، فانا دزت التقضيه ديالي ريقلت كل حاجه بلاصتها. وايضا حتى هذا الفرماج قاديته، فلو كان رمضان غيستعصى عليا باش ندير كلشي. صافي هنا الفيديو ديالي راه قريب يتسالى، ما بقى له والو الصراحه. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.